نادي الهلال السعودي حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري، لعب 9 ماتشات، كسب 7 وتعادل 2 وما خسرش ولا مباراة لحد دلوقتي، معاه 23 نقطة وقدر يسجل 26 هدف واستقبل 7 أهداف بس. في المركز الثاني فبيجي نادي التعاون، لعب 9 ماتشات، كسب 7 وتعادل 1 وخسر في 1 ومعاه 22 نقطة وسجل 19 هدف واستقبل 7 أهداف. في المركز الثالث نادي النصر، لعب 9 ماتشات، كسب 6 وتعادل في 1 وخسر في 2، معاه 19 نقطة لكنه سجل 26 هدف واستقبل 12 هدف. اما في المركز الرابع نادي الاتحاد، وهو زي نادي النصر بالظبط لكنه سجل 18 هدف واستقبل 6 اهداف عشان يكون فارق الاهداف في صالح نادي النصر. ومعاهم كمان النادي الاهلي اللي موجود في المركز الخامس، لكن الاهلي سجل 17 هدف واستقبل عدد كبير من الاهداف 13 هدف. اكتر الفرق هجوميا اللي سجلت في الدوري السعودي هو نادي الهلال ونادي النصر ب 26 هدف، لكن اكتر فرقتين استقبلوا اهداف اولهم هو نادي الحزم اللي موجود في اخر الترتيب بتاع الدوري واللي استقبل 23 هدف، وبعدين نادي الرياض اللي موجود في المركز ال 13 واللي استقبل 21 هدف. وخليني اسالك سؤال، هو انت ليه ما عملتش لايك وفولو وشير والحاجات دي؟ هو انا قصرت معاك في حاجه؟